عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي أصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معنا حبة أخبار وإن شاء الله تعجبكم. قبل ما نبتدي أخبارنا النهاردة حابب أطلب منكم زي كل مرة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، الكومنت التمام. يلا بينا على أول خبر، متأخرش أكتر من كده. خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد ودع لاعبي أورلاندو بايرتس أمس وفاز في آخر مباراة معهم بثلاثية قبل السفر إلى مصر لتدريب الأهلي. الأهلي يعمل على تدعيم الفريق بأربع لاعبين، 2 مساكين وظاهرين. المباراة القادمة أمام البنك الأهلي ستكون يوم السبت القادم على استاد القاهرة الدولي تمام الساعة 8 مساء. الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، ويحتاج 4 نقاط فقط من ال6 المتبقين للتتويج ببطولة الدوري. الأهلي وبيراميدز يشاركان رسميا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ونادي الزمالك يشارك رسميا في الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي بعد تفويته لمباراة بيراميدز. الأهلي للسوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخه. مصطفى عبده عبر برنامج الكرة مع فايق رامي ربيعة يوقع رسميا لنادي بيراميدز. الأهلي يوقع رسميا عقد رعاية تاريخي مع الخطوط الجوية القطرية لمدة 3 سنوات بمبلغ 2 مليار جنيه. الأهلي سيضع شعار الراعي الجديد على قميصه في كأس العالم للأندية على غرار باريس سان جيرمان. ومن أخبارنا الطريفة النهاردة، محمد صبري عبر قناة الضحك: هزيمة الزمالك بشرف أمام بيراميدز كامل العدد بدون تحكيم يساعدنا بطرد وهمي مثل ما حدث مع إحدى الفرق. يا أخي تويكس، أنت لك أنت تتكلم. وأكمل كلامه: الزمالك لا يبحث عن البطولة بقدر ما يبحث عن النزاهة. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، ولا حتى المركز الثاني يا كابتن. مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال القطري: خدعنا الأهلي بذهابي مع بغداد بنجاح إلى القاهرة على أساس أننا سنة انتقال بغداد للأهلي، ولكن فاجأناهم بالتعاقد مع أكرم توفيق. ما انت شمال قطري، اقول لك ايه؟ الدرديري كلاكيت تاني مره. مبروك لبيراميدز وفي انتظار خصم ال3 نقاط من الاهلي. مفيش هارد لك للزمالك يا كابتن، او مبروك على المركز الثالث حتى. وبهنا احبابي واصحابي رجاله الاهلي في كل مكان نكون وصلنا لنهايه اخبارنا النهارده. يا رب تكون كلها عجبتكم. قبل ما اسيبكم وامشي على الف خير، حابب افكركم واطلب منكم زي كل يوم اشتراك في القناه، اللايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، كومنت، تدعيم لاخوكم احمد الشاذلي، ارفعوا بيه من روحي المعنويه. اشوفكم بكره على الف خير مع اخبار جديده. سلام.